لو كان تقدموهم بهذه الطريقه في الحفلات تاعكم والمناسبات مع هذا الصيف، على بالي راح يخرجوا بزاف شابين وراقيين. هاد لي ميني كنافه اللي حديروا بهم حاله. السلام عليكم. باسهل طريقه وغير في الدار راحوا نديروا هاد لي ميني كنافه اللي تقدروا ديروهم مناسباتكم وافراحكم سهلين مهلين وبنتهم كالعاده الهبال تاع الحاجه الاولى نخير دائما الكنافه ولا القطايف يكونوا ذو جوده عاليه، ودائما نخدم بتاع دواق افضل ماركه تاع قطايف ولا كنافه تقدروا تخدموا بها، يا تحبوا تخدموا بها الصالي يا السكري. المهم هنا كيما راكم تشوفوا خديت كامل 500 غرام، نحطهم هنا في الاشوار يترحاو، ما كفاتنيش كامل الكميه، رحيت الكميه الاولى بعدها استرحيت الكميه الثانيه، ما كفانيش الغيسيبيون هذا باش نخدم الاز. شوفوا ما ترحوهمش خشان بزاف وماشي رقاق. جيت درت عليهم لافاني وسكري كلاص، هي 500 غرام كامل تاع الكنافه. ندير لكم زوج مغارف كبار تاع سكري كلاص، انا كنت قسمتهم على لي دو. كيما راكم تشوفوا هنايا نروح نجيب المكسرات، انا درت الجوز مع اللوز بقشورو، درت لهم زوج مغارف كبار تاع السكر، ما درتش كميه كبيره مع كميه تاع المزهر حتى تحصلوا على داك القوام. شوفوا الكميه تاع 500 غرام تاع الكنافه تدير لكم 3 مغارف يكونوا كبار تاع السمن مع مغرف كبيره تاع المارغرين، حطيتهم في كاسرونه وخليهم يذوبوا. نجي نهضر لكم على هاد البيض اللي درت فيهم الكنافه، لازم دائما تقيسوا على حسابهم من المول باش تعرفوا باللي الكنافه تجي داخل الباط. بعد ما دابوا لي دام وخليتهم يبردوا شويه، نجي نديرهم على الكنافه وندخلهم بدفعات، ودائما نسيي هذوك لي دام ندخلهم مليح في هذيك الكنافه بهذه الطريقه بزوج يدين. بعد ما دخلت كامل الكميه تاع لي دام مع الكنافه نخلطهم لي دو بهذه الطريقه ونجي نخدم بهم. نروح نجيب ليمون اللي هادو هما اللي استخدمتهم اللي فيهم حوالي 7-8 سنتيمتر القطر تاعهم. الحاجه الاولى ندير لهم الكميه تاع الكنافه نطاليها مليح في القاعده وفي لي كوتي، ندير الكميه تاع المكسرات ونغلق ونزير. نعاود نوري لكم هنا كيما راكم تشوفوا نطالي مليح في لي كوتي، نزيد القاعده لتحتها، ندير واحد المغرف وشويه تاع المكسرات ونزير مليح من الفوق كي نغلقها. هنا نجي ندهنهم بكميه تاع السمن اللي كنت دوبته. الفرن تاعي ديجا من قبل راهم مسخن من قبل على 180 درجه، غير تشوفوا حماروا من تحت ولي كوتي ثاني حماروا، طفوا عليهم وشعلوا عليهم من الفوق باش ياخذوا هذا اللون ذهبي شباب. وهما سخونين نديروا لهم مغرف كبيره تاع العسل في كل حبه، خلوها تشرب شويه وتم قلبوها على البلا تاع الباطا. هنا ديكوريتهم بلا كريم بيستاش شوكولا اتارتيني، ديكوريو كيما حبيتو واش حبيتو ديروا. المهم ان شاء الله يكونوا عجبوكم وبصحتكم.